حضرتك يا أستاذ حامد، وأنا أعلم ذلك وأنا لا أقولها للمجاملة، اللي أنت تعلم عنها أكثر من اللي أنا أعلم عنها. فأنا أدعوك إلى الإسلام العظيم، أدعوك أن تفرح إخواتك وتكون لنا سندا وعونا لنتعلم منك الرد على الرافض الاثنى عشرية. يعني تكون لنا سندا وعونا بإذن الله، تكون معنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بك رافضيا وأن يدخلك الجنة، فتكون معنا سندا وعونا لتعلمنا ما خفي عنا في عقيدة الرافض، ونسأل لك الهداية. تفضل معاك المايك يا حامد. طبعا السلام عليكم ورحمة الله. والله يا أخي الله الموفق، وهو الذي يهدي من يشاء من عباده ويرزق من يشاء من عباده بغير حساب، وإنا لن نستعجل الأمور، ولكن الحمد والشكر لله أني هنا خلال هذه 3 أيام مناظرة هنا معك ومع الأخوة الكرام تبين لي بعض الهداية، تبين لي بعض النور، ولكن أنا لا أجزم أني يعني ما أقدر أنطيك كلمة أنا ما أسويها. يعني مثل ما نقول لا أستطيع أن أقول لك كلمة احتمال أنا لا أفعلها، احتمال، يعني أن الله أدرى بما في النفوس. نعم أخي الكريم، ولكن الله يوفقك للخير. تفضل. ليه حاجتين بس قبل ما تنصرف لو حبيت. ليه حاجتين. انا لا اطلب منك شيء ان انت تقول انا من اهل السنه والجماعه حتى الان حتى يطمئن قلبك، ما في مشكله. الحاجه الاولانيه ان انت تطلع تتبرأ، قول اللهم اني اتبرأ من كفريات الشيعة الاثنى عشرية، ده يكون ليك انت، وبعد كده ابحث براحتك. اللهم اني اتبرأ من كفر الاثنى عشرية، من عبادة قبور ولطم الخدود وشق الجيوب. اللهم اني اتبرأ من الطعن في عرض النبي والطعن في صحابة النبي. بس بعد كده براحتك معانا، ما في مشكلة. انا ارجو بس ان انت تتبرأ من الكفريات اللي انت شايفها كفريات، تمام. وبالتالي قبل ما تتبرأ ادي من كتابك نفس الموضوع، من كتابك يقول ان اليهود احبوا عزيرا حتى قالوا فيه ما قالوا فلا عزيرا منهم ولا هم من عزير، وان النصارى احبوا عيسى حتى قالوا فيه ما قالوا فلا عيسى منهم ولا هم من عيسى، وان علي سنتي من ذلك ان قاموا من شيعتنا سيحبوننا حتى يقولوا فينا ما قالت اليهود في عزير وما قالت النصارى في عيسى ابن مريم فلا هم منا ولا نحن منهم. فأنا أدعوك أن تتبرأ من الشركيات، من لط وزيارة قبور وطعن في عرض الصحابة وطعن في أمهات المؤمنين. بعد كده براحتك، براحتك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أخي الكريم، أنا ما زال وكنت وسبق أن قلت إني يعني أتبرأ من كل شخص يطعن في الصحابة ويطعن في عرض النبي ويطعن في يعني الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويطعن في الخلفاء. أنا الله أكبر والعزة لله، الله أكبر والعزة لله، الله أكبر والعزة لله، الله أكبر ولله الحمد والمنة. سبق وقلت يا أخي الكريم إني الله أكبر، الله أكبر. نعم، سبق وإن قلت لك أني بريء أمام الله، بريء ممن يسبون الصحابة وزوجات النبي أمهات المؤمنين ويطعنون بهم. أنا أمام الله أتبرأ منهم. والله الله الموفق، الله الموفق حقيقة. يعني أنا الآن استغفر الله. استغفر الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. تفضل لك اللاقط. تفضل. طب رد على التليفون وتعالى يا حامد، رد على التليفون تعالى، رد على التليفون وتعالى. اخي عبد الرحيم الله يرفع من قدرك، هنا شمر موجود، اديله الاسم ده يحطه في البان، هو كل يوم جل، تمام. وبعد ذلك
والله أنا عن نفسي هقوم أصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله بفرحة عودة أخي لنا. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، لا إله. اهدى يا حامد، اهدى، الله يرفع من قدرك. اهدى يا أخي حامد، الله يبارك فيك. اهدى يا أخي حامد، اهدى إن شاء الله بإذن الله. اهدى، الله يرفع من قدرك ويهدينا ويهديك إلى سبيل الحق، اللهم أمين يا رب العالمين. يا ريت الإخوة يرفعوا ايديهم ونعمل دعوات، الله يبارك فيكم. يا ريت الإخوة نرفع ايدينا ونعمل دعوات. اهدى يا حامد، لو أنت مش حاسس بيها ما تقولها يا أخي، ما تقولها. لو أنت مش حاسس بيها ما تقولها، تمام؟ لو حاسس بيها ومقتنع بيها، نعم نعم. طيب معانا والله يا حامد، لو تسمح لي، لو سامعني اكتب لي واحد، لو سامعني اكتب لي واحد، لو سامعني اكتب لي واحد يا حامد. في اخت كانت شيعية وعايزة تهديك حاجة. اخت كانت شيعية، تمام، واصبحت من اهل السنة والجماعة وعايزة تهديك شيء، تحب تقبل الهدية دي ان شاء الله؟ نعم ان شاء الله. اتفضلي يا اختي، معاك المايك. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة. الله العظيم. السلام عليكم. اللهم ثبتك يا اختنا الفاضلة، اللهم ثبتك، اللهم بارك فيكي. احسن هدية، الله يرفع من قدرك. اتفضل يا حامد. انا مش عايز اقول حاجة بعد كلام ربنا سبحانه وتعالى، مش عايز اقول حاجة بعد كلام ربنا سبحانه وتعالى. انت اللي لازم تقول يا حامد، انت اللي لازم تقول، لازم تفوق، وانا اعتقد ان انت فوقت يعني. اتفضل يا حامد، معاك المايك. نعم أخي كريم، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، والعزة لله وحده، لا إله إلا الله. استغفر الله. طيب أنا الآن اسمحوا لي يا أخوتي يا كرام أن أتوضأ وأصلي ركعتين. أنا
إذن لي، بارك الله فيكم وشكر الله سعيكم. أنا الآن متجه إلى ربي خالق السماوات والأرض، وأصلي ركعتين حمدا وشكرا له وحده لا شريك له. حامد قبل ما تمشي الله يرفع من اعلنها يا حامد. الله يبارك فيك، اعلنها بارك الله فيك، اسلك قلوبنا الله يبارك فيك، اعلنها بارك الله فيك واحسن الله ليك. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد رضي الله عنهم أجمعين. اعلنها. اللهم أنا إني أتبرأ من أي شرك يمس بدين الإسلام. اللهم إني أتبرأ من الكفر، أتبرأ من اللعن، أتبرأ من سب الصحابة، من لعن الصحابة، من الطعن في عرض النبي. اعلنها يا أخي الله يرفع من قدرك، اعلنها الله يرفع من قدرك، تكون مجلجلة، الله يرفع من تزيدك إيمانا وقوة. الله يبارك فيك. تبرأ من هذه العقيدة التي لا تمت بصلة إلى الإسلام العظيم، وأنت تعلم وأنا أعلم. تبرأ من تلك العقيدة التي شوهت صورة الإسلام الجميل البريء الصحيح، صورة إسلام الرحمة، دين الرحمة ودين العدل، وليس دين العنصرية التي ما أتى محمد صلى الله عليه وسلم إلى لآل البيت فقط ولم يأتي إلى العالمين. اعلنها ولا تتأخر عنها يا أخي. تفضل معاك المايك يا أخي حامد. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله. اللهم إني أتبرأ إليك من المعتقد المذهبي الإمامي الاثنى عشري ومن خرافاته. اللهم إني أبرأ إليك أمام الله ورسوله من هذا المعتقد. اللهم ارضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا. أختنا محمد حضرتك موجودة؟ معلش في هدية من أختنا محمد إن شاء الله، وبعدين نكمل إن شاء الله. اتفضل أختنا محمد. الحمد لله 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 ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. تسمعني يا حامد الله يبارك فيك. أقسم لك بالذي رفع السماء بلا عمد، لو عرض علي كنوز الأرض على أن أترك هذه اللحظة والله ما تركتها وأخذت كنوز الأرض. والله العظيم أنا أمتلك من كنوز
الأرض ما لا يمتلكه إنسان في الدنيا في هذه اللحظة، والذي نفسي بيده أنا أمتلك من كنوز الدنيا ما امتلكته في حياتي قد اللحظة اللي أنا امتلكتها دي. ويشهد الله سبحانه وتعالى إن هذا الكلام من قلبي لك، ويشهد الله عز وجل أن أنا لا أريد لك أو لأي رافضي إثنى عشري إلا كل الخير. ما نريد لأي رافضي إثنى عشر إلا كل الخير. ما تركنا راحتنا الجسدية وما تركنا أموالنا وما تركنا أعمالنا إلا لكل رافضي إثنى عشري له الخير. ما تمنينا لإنسان له الخير. فأنا يعني أعتذر إذا كنا يعني قصرنا معاك في وقت من الأوقات أو انفعلنا عليك، فنرجو أن تسامحنا. وأعتقد الإخوة اللي سامعين اللي هيكتبوا رقم 7 بارك الله فيكم. الإخوة اللي هيكتبوا رقم 7 والإخوة الأخوات اللي هيكتبوا رقم 7، طيب بارك الله فيكم. نترك المايك ونترك الكمبيوتر ونسجد سجدة شكر لله عز وجل إن هو ربنا سبحانه وتعالى بفضله أنقذ نفسي من النار. نسجد سجدة شكر لله عز وجل. في صوت؟ خير ان شاء الله. طب حامد تحب تقول حاجة؟ ان شاء الله تفضل معاك المايك. تحب تقول حاجة؟ تفضل معاك المايك. يا حامد السلام عليكم، سامعني ان شاء الله؟ اخونا حامد، اخونا حامد سامعني ان شاء الله؟ لا اله الا الله، اقسم بالله نفسي ما طالع. لا اله الا الله. حامد سامعني ان شاء الله؟ الاخ حامد سامعني؟ هو موجود في الغرفة؟ الحمد لله هو موجود في الغرفة، موجود ان شاء الله.